حسن؟ انا عايز بس الناس اللي تبص على الدرجات تبص مثلا على اشهر موقع كوش كورد مثلا. ماشي. شوفوا الدرجات شكلها ازاي لمانشستر سيتي اللي هو احسن فرقه في العالم يعني. المهم احنا عشان انا طيب بس يعني. الشناوي كم من 10؟ الشناوي لو حبيت تسالني على اي واحد ليه انا جاهز. ها ماشي. 8. ماشي. اللي بعده محمد هاني 9. ماشي. اللي بعده ياسر ابراهيم 8. اللي بعده عبد المنعم 8. وكان ممكن تبقى اكتر بس انا بنصحه اهدى. حته لعيب كوره جامد جدا بس بيتنرفز، عنده ثقة زيادة، أحيانا بيتفلسف. خلي بالك. علي معلول 8. 8. اليو ديانج 8.5. ليه مش 9 وليه مش 8؟ لا، 1.5 ناقصة من وجهة نظري بسبب البينالتي اللي عمله. ماشي. بينالتي ساذج جدا. ماشي. لكن ديانج دبابة في وسط ملعب النادي الأهلي، وعمل اسيست بالهدف الرابع، وراح شوف كان فين في الهدف الرابع في نهاية المباراة. ماشي. اللي بعده ده غير معدلات الجري بتاعته طبعا عالية جدا. فخري 7. 7. وفخري بس يعني الميس باس اللي مرتين عملها لو حسنها هيبقى مكسب في وسط النادي الاهلي. اللي بعده بيرسي تاو. لا يا تاو، انت المره دي كنت فعلا مش هناك. 6. 6. اللي بعده قفشه 8.5. 8.5. حسين الشحات 10. الله اكبر، عشنا وشفنا في حد بياخد 10. لا، هسألك سؤال. هو اخد مان اوف ذا ماتش. هو مان اوف ذا ماتش لازم يبقى من الفريق اللي كسبان؟ لا هو مش لازم، بس هو لازم يبقى هو مان اوف ذا ماتش. هو كان احسن لعيب. لا هو اذا كان واخد 10 هو مان اوف ذا ماتش. ماشي. بس ده سؤال عام. لا طبعا يعني مش ليك انت، كمان للجمهور. أيوة. هل يا جماعه المان اوف ذا ماتش لازم يبقى من الفريق الكسبان؟ لا، هل لازم كتير. يبقى جاب انت اديت الشحات مان اوف ذا ماتش عشان جاب الهدفين؟ ولا عشان توقيت الهدفين؟ ولا عشان شكل الهدفين؟ ولا علشان الواجبات الدفاعيه اللي كان بيعملها وهو مهاجم؟ ولا عشان الاسيست الاثنين اللي عملهم؟ ماشي الكلام. ماشي. لاول مره منذ زمن بعيد، منذ زمن سحيق، في حد بياخد 10. وانت كمان يا حسين تحديدا اللي جت معاك المره دي. شوف كان في مطالبات من زمان ان حسين الشحات ياخد 10 من 10. اللي بعده كهربا. فين كهربا؟ 5. ماشي. اللي بعده ضيع جون ما يضيعش. شريف غريبة جدا. 8. 8. ماشي. اللي بعده طاهر 5. اللي بعده الضوي كريستو 5. كوكا 6. رامي ربيعة 7. كولر 10. السلام يا استاذ حسن. طب ما تقول لي ليه بس؟ ليه؟ عشان لعب بالتكتيك المناسب للمباراة وللخصم بتاعه، الخصم اللي قدامه. ماشي الكلام. ومذاكره. ده حقيقي فعلا. وفي الشوط الثاني ما فتحش صدره. خلي بالك. ماشي الكلام. يبقى احنا كده عندنا عدد 2-10 في فرقة الاهلي، حسين شحات وكولر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف مبروك للنادي الأهلي، وتقييمات كبيرة لجميع لاعبي الأهلي، وإن كان ليا بعض الملاحظ البسيطة. أولا علي معلول يستحق 9 أو 9.5. أحرز هدف، عمل تحركات بالتبادل مع حسين الشحات في عمق الملعب مش على الطرف الشمال، سهلت المهمة لحسين الشحات إنه يحرز الهدفين، بالإضافة للهدف اللي هو أحرزه، بالإضافة للواجبات الدفاعية
اللي كان عاملها، وكان قافل تماما على الجبهة اليمين بتاعة الزمالك. وبالنسبة لفخري وكوكا، فهم يستحقوا درجة أو درجة ونص زيادة عن التقييم اللي هو عطاله، نظرا لحداثة سنهم وقلة خبرتهم. فنعذرهم في ماتش كبير زي دوت، فيعتبر أدوا أداء لا بأس به، يستحقوا درجة أو درجة ونص زيادة. ولو سمحت، لو عجبك الفيديو متنساش الاشتراك وتدعمنا بلايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.